السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. موعدنا مع المنتخب الجزائري أمام منتخب السودان. أصعب مباراة لمنتخب السودان وأصعب مباراة للمنتخب الجزائري. لقاء عربي 100% يضم من المجموعة الرابعة. ما شاء الله المنتخب الجزائري بكامل نجومه، المنتخب السوداني بكامل نجومه. توقعاتنا للمباراة دي هتكون صعبة جدا جدا، وخصوصا ان المنتخب السوداني بيضم بعض العناصر المميزة اللي بيلعبوا في قارة افريقيا، اما المنتخب الجزائري بالفعل عنده بعض المحترفين المميزين جدا جدا. ولكن يا عزيزي، من يفوز باللقاء اليوم؟ من هو صاحب الثلاث نقاط؟ ده اللي احنا منتظرينه الان. لكن هقول لك في بداية الامر، عايزك تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وانزل حط اللايك بتاعك واشترك في القناة بارتاج وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعاراتنا، وخصوصا البث المباشر لهذا اللقاء النهارده. المجموعة الرابعة طبعا اللي بتضم السودان والجزائر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو. تمنياتنا يا رب العالمين الفوز المستحق لمن يستحق. انا عن نفسي سواء كان الجزائر او المنتخب السوداني فلهم مني كل حب وتقدير. اللي بيقدم في المباراة في 90 دقيقة هو اللي بيفوز باللقاء. تمنياتنا يا رب العالمين بالتوفيق امام منتخب كبير جدا جدا زي منتخب السودان، اللي برغم الظروف القهريه والظروف الصعبه اللي بتمر بيها المنتخب السوداني، الا الصراحه بيقدم مباريات استثنائيه، سواء كان في بطوله العرب الماضيه او في بطوله كاس الامم الافريقيه. اول جوله بالنسبه للمجموعه الرابعه، طبعا منتخب السودان بيضم بعض العناصر المميزه جدا جدا وشفنا الكثير منهم، والمنتخب الجزائري ما شاء الله بيضم عناصر مميزه جدا ومحترفين في الدول الأوروبية. من تتوقع معي في اللقاء اليوم؟ وخصوصا ان المنتخب الجزائري بيحاول يصحح اوضاعه امام الجماهير الجزائريه. عايز اقول لك يا عزيزي، النهارده في دعم قوي جدا جدا من الجمهور المغربي في هذا اللقاء، سواء كان تحت تشجيع المنتخب السوداني او تشجيع المنتخب الجزائري. تمنياتنا يا رب العالمين بالتوفيق. النهارده مباراه تاريخيه، مباراه صعبه جدا جدا، وخصوصا ان اللقاء الاول ما بين فرقتين اشقاء، فرقتين عرب بيتميزوا بالسرعه والتكتيك العالي جدا جدا. محدش يبص المنتخب السوداني ان هو منتخب ضعيف. منتخب السودان بيقدم مباريات كبيره جدا جدا، وخصوصا امام المنتخب السوداني. ولا ننسى في كاس العرب الماضي او في كاس بطولة الشان الماضية، منتخب السودان قدر يفوز على المنتخب الجزائري، وفي بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية تعادلوا بنتيجة إيجابية 1-1 لكل من الفريقين. فالمباراة مش هتكون سهلة إطلاقا. توقعاتنا في المباراة دي هتكون صعبة جدا جدا. منتظر توقعاتكم، مين يقدر يفوز النهاردة على المنتخب السوداني أم المنتخب الجزائري؟